السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وصحابي وأخواتي، أهلا بيكم. النهاردة هعمل معاكم حاجة بسيطة جدا وأكلة مش مكلفة خالص. نزلت السوق النهاردة ولقيت البطاطس الحمرا دي. لما تلاقيها في السوق ما تتردديش ان انت تشتريها. البطاطس دي في منتهى الجمال، حلوة جدا، ولو بتخافي من البطاطس ان هي ما تبقاش تحمير دي جيبيها وانت مغمضة. ما بلاقيهاش كتير، ولما بلاقيها ببقى مبسوطة جدا جدا. بتتحمر وبتبقى شيبسي، تبقى ناشفة، واعمليها وعلى ضمانتي، وبيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. طبعا جبت منها الكمية اللي انتوا شايفينها دي، ولقيت البتنجان قلت هعمل النهارده بطاطس محمرة وبتنجان، وهعمل مكرونة معاكم. بصراحة انا بحب البتنجان الابيض، بيبقى مسكر قوي 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 في التخليل، بيبقى طعمه حلو. ولقيت اللي هي المقشرة دي جميلة قوي، مش عارفة اسمها ايه، بس هي بتقشر البطاطس وليها استخدامات تانية. بتبشر بصل، وممكن تبشر الجزر وتقطعي بيها البطاطس وتقطع شيبسي. بصي بتقطع بمنتهى البساطة. كانت مريحاني جدا جدا. كان عندي واحدة قبل كده، وبصراحة كنت بستخدمها في حاجات كتيرة جدا بس اتكسرت، ودي ما صدقت ان انا لقيتها. على فكرة هي رخيصة جدا، يعني ما تتعداش سبعة او 10 جنيه. اهي انا بوريكم كده ان هي بتعمل شيبسي، وعلى فكرة بتعمل الشيبسي بشكل هايل جدا زي المبشرة الكبيرة. يعني استخداماتها عديدة، جيبيها وما تتردديش. اهو يا حبيب قلبي، بصوا بتقشر بمنتهى السهولة، سريعة جدا جدا. اهو هقشر الكمية كلها بتاعة البطاطس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو زي ما انتوا شايفين، وهرجع لكم تاني. كده انا قشرت البطاطس، وعلى فكرة بغسلها الاول قبل ما اقطعها، لان بيبقى عليها تراب فبحب اغسلها، او طينة. غسلتها وقطعتها وركنتها على جنب لاني مش هستخدمها دلوقتي، ولانها بتسود بسرعة انا حطيت فيها مية. كده البتنجان هوريكم هو بيتقطع ازاي. بشيل الجزء اللي فوق دهوت من غير ما اقشره، بقطعه بالسكينة راس، والجزء اللي تحت باخد منه حتة كده بسيطة. وطبعا بديله شقة بسيطة، مش بخليها تنفد للناحية التانية، يا دوبك شقة بسيطة. طب ليه انا بعمل كده؟ علشان خاطر لما بيستوي البتنجان وبيطرى، لما باجي اقطعه بعد كده او اجي افتحه عشان احط جواه الدقة، بيتهري مني فبيبقى شكله مش ظريف. دي اسهل طريقة وافضل حاجة ممكن تعمليها. طبعا كلكم بتعملوا كده اكيد، وطبعا ستات بيت شطار واحنا بنفكر بعض. اهو حبايب قلبي، هقطع الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. اهو بشقها، وطعم البتنجان الابيض اللي هو بيقولوا عليه المخدد ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. اهو غسلته طبعا كويس جدا عشان الترابة اللي عليه. غسلت الكمية كلها، وهو هجهز معاكم الدقة. طب عبارة عن ايه الدقة؟ عبارة عن فلفل احمر، والفلفل الاحمر دلوقتي الموسم بتاعه مش دايما بلاقيه، ولما بلاقيه ببقى مبسوطة جدا جدا لان ليه استخدامات كتيرة قوي. بستعمله في كل حاجة، بتنجان هخلله او سمك، اي حاجة بستخدمه فيها. ممكن تجيبي منه كمية على فكرة وتطحنيه في كيتشن او في الخلاط، لو عندك كبة يبقى افضل. تمام، بنعمه وبحطه في قلب التلاجة، بس اهم حاجة بطرمان يكون بيتقفل كويس قوي عشان ما يسربش ريحة ولا اي حاجة. بحط على وشه شوية زيت عشان احتفظ بيه لاكبر مدة، ممكن يقعد معاكي شهر ما يحصلوش اي حاجة، وعن تجربة وعلى ضمانتي الشخصية. تتبيلة البتنجان عبارة عن فلفل احمر الكمية اللي انت عايزاها على حسب كمية البتنجان بتاعتك، وطبعا كزبرة وملح وتوم، كل حاجة على حسب الكمية بتاعتك انتي. الكمية بتاعتي دي كانت كيلو الا ربع. حطيت 4 قرون من الفلفل الأحمر، ممكن تزودي عليها حراق لو انتي بتحبي الحاجة سبايسي. والكزبرة الناشفة في منتهى الجمال، بتبقى طعمها مسكر جدا جدا، بس أهم حاجة هتطحنيها كويس عشان ما تبقاش صحيحة وتبان. هيبان طعمها، مش هيبان طعمها طبعا، يبقى طعمها الطعم في حاجة جميلة بس مش هتبقى باينة ولا واضحة. تمام يا حبايب قلبي. وطبعا ميكس ما بين الخل وما بين الليمون اهو. وهروح على البوتاجاز بقى عشان احمر معاكم البتنجان. طبعا انا بشغلش العين عاليه قوي عشان البتنجان ما يتحرقش من بره ويبقى ناشف، ويبقى من جوه اللي هو ني وما يبقاش ظريف ولا طعمه حلو. اهو طاسه على البوتاجاز وفيها زيت. طبعا مخليش العين عاليه قوي، يا دوبك متوسطه عشان تسوي لي البتنجان. اهو حتى انتوا واخدين بالكم ان البتنجان لما بينزل باين ان هو الزيت مش حامي قوي. انا مش عايزه اخد طبقه من الخارج محمره قوي ومن جوه يبقى ني. هخليه على نار هاديه متوسطه عشان يستوي براحته. وطبعا على ما البتنجان يستوي ونقلته على العين الصغيره، كنت بسلق المكرونه على عين طبعا،
وعلى العين التانية هصلص معاكم الطماطم بتاعه المكرونه. الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، بتاعه الطماطم بتاعه المكرونه في منتهى الجمال، حلوه قوي، جربوها هتعجبكم جدا، مش هتندموا وتعتمدوها على طول. انا الطماطم مش على طول بعملها، يعني مش بجيبها من عند بتاع الخضار وعلى طول بعملها، لما بحبهاش كده بصراحه. انا الاول بسبكها وبعد كده بسلقها. تمام، حطيت ميكس ما بين الطماطم لما بتتسبك بيبقى طعمها حلو جدا جدا، غير ما بعملها على طول بتبقى مزيزه. تمام كده، انا بعمل ميكس ما بين السمنه والزيت، وكنت طبعا مفصصه توم كده، راس توم حلوه كده جميله معقوله، وطبعا شوحتها. انا مش هحمرها جامد، يدوبك بس تصفر، يدوبك تديني اللون الذهبي الجميل كده، مش عايزه احمرها خالص. كنت مقطعه طبعا قرن فلفل احمر لانه عندي، لو في حامي يبقى تمام، لو انت بتحبيه مفيش مشكله. قرن فلفل احمر بيبقى طعمه حلو جدا جدا في الاكل. انا بصراحه بفضل الفلفل الاحمر في كل اكلي لو هحطه يعني. تمام، لو مش متاح مفيش مشكله. حضرت التوابل بتاعتي عباره عن ايه: معلقه بابريكا، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، ومعلقه 7 بهارات. تمام كده، ومكعب ماجي. انا بحب احط الماجي في الصلصات، بتدي نكهه وبتضيف طعم حلو قوي قوي. شايفين لون البابريكا؟ على فكره هو لونها حلو، هي بس الكاميرا مغمقه زياده. وهنزل طبعا بالطماطم بتاعتي. الطماطم دي على حسب المكرونه بتاعتك كميتها قد ايه، ولان انا بحب الطماطم كتيره انا كنت مزوده شويه، على حسب ما انت بتحبي واولادك. تمام، نزلت بالطماطم كلها كده. على فكره كان لونها حلو جدا. الكاميرا بصراحه مش عارفه ليه مش جايبه اللون بتاع الصلصه، ظلماها والله. كان طعم المكرونه ده حلو قوي قوي قوي. الطريقه دي جميله، جربوها وتعجبكم جدا وهتعملوها دايما. طبعا كانت المكرونه اتسلقت والصلصه كانت بتتسبك، بحب اسبكها على نار هاديه جدا. طبعا بوريكم البتنجان خلاص كانت قلى، وطبعا عملت التتبيله بتاعتي، ضربتها في كيتشن ونعمتها، وحطيت عليها الليمون والخل. وطبعا هحدق البتنجان بتاعتي. على فكره طبعا البتنجان ده من الحاجات الجميله جدا جدا، كلنا بنحبها، مين ما بيحبوش؟ حاجه كده طعمها تحفه وبيفتح النفس على الاكل. مكرونه ماشي، بطاطس ماشي، اي اكل بيمشي مع البتنجان. لاني كنت لسه قليه فكان سخن جدا، كنت عايزه اعمل معاكم الفيديو وعشان كده عملته وهو سخن بصراحه، ما استنيتش عليه لما برد. اهو هكمل كل الكميه بتاعه البتنجان بتاعتي. طبعا التوابل بتاعته كانت قويه قوي وفي منتهى الجمال. انا ما بحبش احط عليه كمون زي ما قلت لكم، بحب طعمه يبقى هادي قوي، ولو فاض مني هحطه في بطرمان واستعمله، مفيش اي مشكله. بس طبعا هو يا دوبك التتبيله دي كان على قد البتنجان بتاعي، واللي فاض حطيته فوق الوش. تمام كده يا حبايب قلبي. وطبعا احط البتنجان، هو عشان التصوير كنت حاطاه في قلب طبق، لكن طبعا ممكن تحطيه في علبه وتغطيها عشان الريح ما تبقاش فواحه قوي في قلب التلاجة. المكرونه الصلصه كانت يعني ريحتها وطعمها في منتهى جمال. وعلى فكره لونها كان احمر قوي، والله الكاميرا ظالمه لون المكرونه خالص. كنت حمرت البطاطس وكانت مقرمشه جدا جدا، ولاني بصور بصوت خارجي فمش باين لكم، يعني مش هتسمعوا الصوت، بس كانت مقرمشه في منتهى الجمال. يا رب تجربوا الطريقه دي للبتنجان والمكرونه وهتعجبكم جدا جدا. كده خلصتوا الفيديو معاكم، سفره في منتهى الجمال وحاجه رخيصه جدا وعلى قد الايد. مش كل اكل حلو يبقى لازم فيه لحوم ولا فراخ، مش لازم ابدا. اهم حاجه امشي بالخطوات والتكات وهتعملي سفره جميله. كده خلصت الفيديو معاكم، ارجو منكم الدعم، واللي بيتفرج عليا لاول مره يعمل اشتراك، وحبايبي اللي معايا ارجو لايك. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.